تعالى اقولك ازاي تعملي القطايف في البيت زي الحلواني بالظبط، ويمكن احسن كمان. هتطلع معاكي مظبوطه وبقوام مظبوط وعجينه مظبوطه جدا. واول حاجه هنبدا بيها هي عجينه القطايف. في بوله كبيره هنزل ب3 كوبايات من الدقيق، وعليهم 3 معالق من السكر، وكوب الا ربع من السميد، و3 معالق من اللبن البودر، ومعلقه من البيكنج باودر، ومعلقه من الخميره. وبعد كده هحط الميه وتكون دافيه. هحط في الاول خالص حطيت كوبايتين من الميه وقلبت لحد ما اشوف قوام العجينه هيبقى عامل ازاي. لقيت طبعا القوام هيكون تقيل، حطيت كمان كوبايتين من الميه. وطبعا عجينه القطايف لازم تكون قوامها سائل، لا تقيله قوي ولا خفيفه قوي. هقلب المكونات دي كلها مع بعضها، وبعد كده هجيب شفشق الخلاط علشان اخفق العجينه فيه. طبعا لازم شفشق الخلاط علشان ما يكونش فيه اي تكتلات خالص في العجينه. بعد ما نخلص كل الكمية والعجينة كلها نخفقها في الخلاط، هنسيبها تتخمر شوية. وبعد كده هنعمل الشربات بتاع القطايف. في طاسة على النار هحتاج 3 كوبايات من السكر، وعليهم كوبايتين من المية، وهحط عليهم عصرة ليمونة. وبعد ما احط مكونات الشربات مش هقلب كتير لحد ما السكر يدوب. هسيبه 10 دقايق على النار لحد ما يغلي، ولحد ما الاقي قوام الشربات تقل. لو لقيت على الجوانب بتاعه الحله او الطاسه رغاوي كده، هحاول ان انا اشيلها علشان دي بتعمل تسكيره في الشربات. وبعد كده هطفي عن الشربات وهسيبها على جنب لوحدها كده لحد ما تبرد، علشان هننزل بالقطايف بعد ما تتحمر في الشربات وهو بارد. بعد كده هجيب طاسة على النار تكون غير قابلة للصق، وهحط فيها مسحة زيت صغيرة. وطبعا الزيت ده هنحطه مرة واحدة مش هنكررها تاني. هنزل بالعجينة بتاعتي وهحط كمية وسط من عجينة القطايف. هسيبها على النار، طبعا النار تكون هادية والطاسة تكون حرارتها متوسطة، لحد ما الاقي فقاقيع كده على وش العجينة بتاعة القطايف. هتكون هي كده خلاص استوت واخدت لون ذهبي من تحت. هنرفعها من على النار وهنكرر نفس الخطوة السابقة. وطبعا دي الكمية اللي انا عملتها من 3 كوبايات دقيق. زي ما حضراتكم شايفينها طالعة ظابطة جدا زي اللي بتيجي من بره، ويمكن احسن كمان، ولونها ذهبي. نيجي بقى لحشوة القطايف. انا عندي هنا نص كوباية من عين الجمل، انا مكسراه. طبعا انتوا ممكن تحطوا سوداني، ممكن تحطوا اي حاجة انتوا حابينها. وحطيت عليهم معلقة صغيرة من القرفة ومعلقة من السكر، هقلبهم مع بعض. طبعا الحشوة دي اختياري يا جماعة، ممكن فول سوداني مع زبيب مع بشر جوز هند مع سكر مع اي حاجة انتوا تحبوها. هقلبها كده مع بعضها. وبعد كده هعمل الحشوة التانية بتاعة الكريمة او المهلبية. حطيت 4 معالق كبار من النشا، ونص كوباية من اللبن البودر، ورشة فانيليا او معلقة فانيليا، وعليهم 3 معالق كبار من السكر، وربع كوب من السميد. هقلب كل المكونات دي مع بعضها. طبعا لو في بديل اللبن البودر لبن حليب يبقى افضل. طبعا دي حشوة يعني اقتصادية. هنزل عليهم ب3 كوبايات من المية وهقلبهم. طبعا انا بقلب المكونات دي قبل ما برفعها على النار علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات من النشا. بعد كده برفعهم على النار وبيكون قوامهم زي ما حضراتكم شايفين كده، بيكون القوام كريمي وناعم. هنحشي القطايف. طبعا مش هنحشي القطايف، مش هنملاها قوي علشان ما تفكش مننا في الزيت. هحط كمية كده متوسطة على قد حجم القطايف، وهنقفلها كده. يعني نقفلها كويس من الجوانب ومن الطروف، ونتأكد ان مفيش فيها اي فتحات. هنعمل الكمية كلها. نيجي بقى لحشوة الكريمة. هجيب وحدة القطايف وهقفلها نص قفلة كده، وهحط فيها حشوة الكريمة. القطايف دي بتتاكل كده من غير تحمير، وممكن لو انتوا حابين تحمروها هتحطوها في الزيت تتحمر. يعني قبل ما تحطوا الكريمة فيها هتحمروها وتطلعوها تصفى من الزيت اللي فيها، وبعد كده تحشوها بالكريمة، وبعد كده تسقوها بالشربات. طبعا انا دلوقتي هحمر القطايف اللي انا قفلتها اللي هي بالمكسرات، وبعد كده هوريكم ازاي تعملوا القطايف اللي هي العصافيري دي بالكريمة. بس نحمرها الاول في الزيت وبعد كده نحشيها بالكريمة.
وطبعا القطايف بعد كل دور بحمره كنت بحط القطايف وهي سخنه على طول في الشربات، وبطلعها بصفيها بحطها على مصفى علشان ما تطراش. دي بقى القطايف العصافيري. لو انتوا حابين تاكلوها متحمره ومحشيه كريمه بتحمروها كده الاول، بتوقفوها الاول كده في الزيت علشان ما تقفلش على بعضها، ما بتنيموهاش على جنبها، بتحطوها بالشكل ده. وبعد كده بعد ما بتاخد لون من الجهه اللي هي في الزيت بتقلبوها عادي، وبعد كده بتطلعوها بتحطوها تصفى من الزيت على مصفى او على شبكه، وبعد كده بتحشوها بالكريمه. وطبعا ما بتتحطش في الشربات، بيترش عليها شربات كده من فوق. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتقولوا لي رايكم في التعليقات. ورمضان كريم عليكم، كل سنه وانتم طيبين.